كالي يبحث عن الانتصار، والوداد بعناصر شابة بالأمل مندمجة مع الإشوار. إذن فرجة المدرجات انطلقت بتيفو الوداد وتيفو الرجاء أو الرجاء والوداد بصور هنا معبرة بالصورة الاشترونج بالنسبة لجماهير الرجاء بلغة إيشيك وإيمات، هي مصطلحات لعشاق رياضة الشطرنج وبرسائل معبرة. إذا لي ميتريس لي بيومور، هذا هو عنوان ورسالة جماهير الرجاء لو أعميت الأبصار غالقت الأفواه لن نستسلم للأندال. رسالة الوينرز في هذه المواجهة. إذا صور التيفو تغطي مركب محمد الخامس، صور التيفو تغطي جنبات الرجاء وجنبات الوداد. إذا هكذا هي الصورة معبرة، وصورة لكأس العالم للأندية الذي سيحتضن المغرب وينضم إليه فريق الرجاء بصور جميلة جدا هنا بتيفو الرجاء وتيفو الوداد. احتفالية برافو مرة أخرى يا جمهور، برافو يا جمهور. ومتى نقول برافو للاعبين على مستوى الأداء بالمستطيل الأخضر، الأداء الذي جعل الديربي يخرج عن العشر الأوائل في الترتيب العالمي. إذا احتفالية حاضرة، مؤشرات الفرجة موجودة، الإبداع والإمتاع 10/10 أو 100/100. إذا كيف هي الأجواء بالمدرجات؟ جميلة جدا، والصورة توضح لكم باحتفالية كبيرة ما يقع الآن. إذا ننتظر ونترقب. نعم، خذوا صور للذكرى، خذوا صور تاريخية تبقى في الجيوب، تبقى لكم يا لاعبين، يا لاعبي هذا الجيل الذي يحظى بالحضور في هذا الديربي 115 بين فريق الرجاء والوداد مركب محمد الخامس في هذا التاريخ. إذا هكذا هي الأجواء جميلة جدا، وتشكيلة الفريقين على الشكل التالي: خالد العسكري في حراسة المرمى، باقي الأسماء: زكريا الهاشمي، عادل كروشي، محمد الحاج، فيفيان مابيدي، جيجي كوكو، محسن متولي، عبد الإله الحفيظي، محسن ياجور، اسماعيل بن معلم، وعصام الراقي. فيما الاحتياط: ياسين الحاج، شمس الدين الشطيبي، عبد المجيد الدين، احمد الرحماني، موكو كوندا، بدر كرشاني، رشيد سليماني، والمدرب محمد فاخر. بالنسبه للوداد يدخل بالتشكيله التاليه: نادي المياغري، باقي الاسماء: ايوب الخليقي، زكريا زايد، نبيل الولجي، امين عطوشي، محمد بن رابح، سعيد فتاح، انس الاصبحي، بكاري كوني، اليفواري، مالك ايفون الجابوري، وفابريس اونداما الكونغولي. الاحتياط: ياسين الحواصلي، ياسين الرامي، عمر نجدي، مراد المسن، وليد الكرتي، ويونس حواصي. المدرب هو السيد عبد الرحيم طالب. طاقم التحكيم يتكون